I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. بيقولوا ان المصارعة لعبة عضلات، بس الحقيقة اللعبة دي دايما كانت بتبدأ من اللسان. اللي يعرف يتحكم في الجمهور قبل ما يلمس خصمه هو اللي بيفوز فعلا. وفي وسط النجوم بيكسبوا بالقوة ظهر واحد قرر يكسب بالكلام. ما كانش اطول واحد ولا اقواهم ولا طبعا مش اكثرهم تهذيبا، لكن كان عنده حاجة محدش قدر يقلدها فيه، الجنون المتزن. ده مش مجرد مصارع، ده فوضى على رجلين. كل مرة يطلع فيها قدام الكاميرا تحس انك مش داخل تشوف ماتش، ده انت داخل تشوف مشهد من فيلم مجنون. بطله رودي بايبر. انا كريم وده المكان اللي حكاوي المصارعة ما تموتش فيه ابدا. وحكايتنا النهارده عن الراجل اللي قلب الموازين وحول الحوار لمعارك والعداوات لاساطير، عن العاصفة اللي اتكلمت عن رودي بايبر. حكاوي المصارعة. قبل ما العالم يعرفه باسم رودي بايبر كان اسمه الحقيقي رودريك جورج تومز، واتولد يوم 17 ابريل سنة 54 في مدينة ساسكاتشوان الكندية. ابوه كان ضابط في سلاح الشرطة الملكية الكندية RCMP، ده خلاه بيتنقل من مدينة لمدينة كل فترة صغيرة. والبيت طبعا ماشي على نظام صارم جدا، لكن النظام ده ما كانش فيه ولا حب ولا دفء، لدرجة ان اكتر حاجة ارتبط بيها وهو طفل كانت باك بايبس هدية من جدته الاسكتلندية. بدأ يعزف عليها وهو عنده 6 سنين. رودي اتطرد من المدرسة وهو لسه في 13 سنة بعد ما اتخانق مع مدرس، وده كان اليوم اللي قرر يهرب فيه من البيت. خطوة ندم عليها طول عمره، ولكنها كانت بداية رحلة جديدة، رحلة الشارع اللي هتكون اسطوره بعد كده. رودري ساعتها معاش فتره في الملاجئ، اشتغل اي شغلانه تيجي في طريقه، غسل اطباق، ساعد في صالات العاب، شال شنط لناس. في يوم بالصدفه كان بيجهز غرفه في فندق بتستضيف عرض مصارعه محلي، فشاف الحلبه لاول مره على الطبيعه، قرر يدخلها. هناك كان في مدرب شاف حركته، قال له انت لسه صغير بس عندك شراره. ومن اليوم ده بدا تدريبه على ايد مجموعه من المصارعين NWA المحليين. لكن الحكايه الغريبه بدات لما دخل اول نزال ليه سنه 73. اتعرض عليه $25 مقابل ان هو يدخل كمصارع بديل ضد مين؟ ضد ذا اكس لاري هينينج، والد المصارع المشهور كيرت هينينج. رودي دخل مش لابس غير شورت بسيط ومعاه مزمار اسكتلندي، واصحابه اللي كانوا معاه في فرقه موسيقيه تعبانه كده طالع ماشيين وراه. الجمهور انفجر من الضحك، المذيع قعد يتريق عليه، قال لك ده مصارع ولا فرقه موسيقيه داخله، ما بقاش عارف يقدمه. راح قايل رودي ذا بايبر، لان المذيع ما كانش عارف غير ان اسمه رودي بس، واطلق عليه اسم ذا بايبر عشان بينفخ في الاله الاسكتلنديه. من هنا اتولد الاسم اللي هيعيش معاه للابد. لكن بعد دقايق قليله الكل سكت، لان الفتى النحيف ده رغم خسارته في 10 ثواني بس الجمهور حس ان في حاجه مختلفه، في كاريزما موسيقى غريبه على جوبر داخل يلعب اسم كبير ويخسر على طول. ودي كانت بدايه سحر شخصيه رودي بايبر، اللي جزء منها كان المزمار الاسكتلندي اللي ما كانش ديكور ولا هزار، ده كان جزء من تاريخه، صديق طفولته، رفيق خروجه من البيت. لما حياته اتشقلبت المزمار بقى هو الشيء الوحيد اللي فاضل معاه، عشان كده لما بدا المصارعه قرر يحتفظ بيه في كل دخول ليه كرمز لجذوره اللي محدش يقدر ياخدها منه. من هنا جت الفكره اللي خلت الناس تفتكر ان بايبر مصارع اسكتلندي فعلا رغم انه كندي الاصل. بدايته الحقيقيه كانت في اتحاد ويننبنج امريكان ريسلينج اسوسيشن مع المروج ليجيو باردي، اللي شاف فيه طاقه خارجه عن المألوف واداله الحريه الكامله على المايك. اول مره اداله فيها مايك قال له اطلع قول اللي انت عايزه للجمهور. رودي بايبر ما كانش مصدق ساعتها، بس ده اللي خلاه يبدا يصنع شخصيته العصبيه والساخره اللي مش بتخاف تتكلم. كان دايما يدخل في العداوات بالكلام قبل ما يدخل بالايد. ده خلاه بسرعه واحد من اكتر الاسماء كرها، بس الناس بتحب تشوفه في نفس الوقت لانه دايما بيعمل اجواء مميزه على الحلبه. عمل عداوات اسطوريه مع امثال عائله جوريرو بقياده شافو جوريرو سينيور. ساعتها بايبر لبس تيشيرت عليه جوريرو كيلر، وعمل فقره اسطوريه بالباك بايبس واتريق بيها على النشيد المكسيكي. والجمهور وصل ان هو رمى عليه كراسي القاعه من كتر الكره والعداوه اللي حصلت ما بينهم. بعد كده اتنقل لباسيفيك نورث ويست مع المروج العظيم اللي بايبر بيعتبره ابه الروحي، ومنه انطلق الى العالميه في الفتره دي. جمع شويه القاب مهمه، منها NWA باسيفيك نورث ويست هيفي ويت شامبيون اكتر من مره، NWA ميد اتلانتيك تاج تيم شامبيون مع ريك فلير في بدايتهم مع بعض، ونسخه اقليميه من يونايتد ستيتس شامبيون اللي كانت وقتها واحده من ارفع الالقاب في الساحه الاقليميه. لكن الحكايه معاه مش في الالقاب، الحكايه دايما في اللسان. بايبر كان بيمتلك سلاح اسمه المايك، كان بيستخدمه كانه مطرقه تهد حيطان. اول مره الجمهور يجي مخصوص عشان مش يشوف ماتش، عشان يسمع هو هيقول ايه. اتولدت اسطوره جديده في نهايه السبعينات، العصر اللي المصارعه كانت معتمده على الضخامه والقوه والبطء، بس هو فرض نفسه كمدرسه جديده منفرده في هذا الوقت، لدرجه ان هو عام 83 شارك في اول عرض مصارعه مدفوعه المشاهده بيبر فيو، وهو ستار كيد 83 اللي كان يعتبر اول مهرجان مصارعه كبير بالشكل اللي احنا نعرفه حاليا. في مباراه دوج كولر ضد جريج فالنتاين، في واحده من اعنف مواجهات NWA في تاريخها، شهدت اصابه بايبر في اذنه وفقدانه الكثير من الدم.
رغم انتصاره في المباراه لكنها اثرت على قدرته بالسمع بودنه الشمال، عشان يطلع بعد الماتش يعمل برومو بيتريق على فالنتينو وبيقول له هو ده اخرك يالا، انا لسه بسمع بيها وكمان عندي اذن تانية شغاله وزي الفل، يعني انت ما بتعرفش تعمل معايا حاجه. لما اتحاد WWE بدا يدور على نجوم جداد عشان يبدا رحلته الجديده في الجولدن ايرا، كان بايبر واحد من النجوم اللي بتجهز للفتره دي في عالم المصارعه. الكاريزما دي والسخريه واللسان الطويل هي اللي خلت فينس ماكمان يقول عليه بعد كده بايبر مش بس مصارع، ده مذيع، ممثل، محرض ومجنون، كل ده في جسد واحد. ومن هنا العالم كان على موعد مع اول مصارع هيحول الكلام لفن حقيقي جوه الحلبه. الولد اللي هرب كان بيعزم مسمار في الشارع بقى واحد من اهم اللي كتبوا اول فصول المجد في عصر المصارعه الحديثه. بعد ما رودي بايبر عمل اسمه في الساحات الاقليميه ولفت الانظار بسرعه على المايك، الجمهور يعيش المشهد كله، وده كان بالظبط رودي يقدر يعمله. من اول يوم ليه بايبر ما كانش محتاج يركل او يسقط حد عشان يخلي القاعه كلها مشتعله، كلامه كان كافي انه يولع اي صاله، وتم استخدامه كمنظم لمستر وندرفول بول اوندورف عشان يستغل قدراته على المايك في البدايه. ومن هنا جت فكره ذا بايبرز بيت، اول برنامج حواري يتعمل في اجواء الحلبه. المكمان قرر يديه بايبر عشان يخلق مساحه يقدر فيها المصارع يتكلم ويهين خصمه ويشتت انتباه الجمهور بطريقه دراميه. اول حلقه جاب مصارع مش معروف اسمه فرانك ويليامز، بايبر حرفيا اكله على المايك لدرجه ان هو يعتبر دفنه تماما من عالم المصارعه. لكن اللحظه اللي فعلا كسرت الدنيا لما استضاف جيمي سنوكا وطلع شويه فاكهه استوائيه وموز وقال له عشان نبقى مقارب الاجواء اللي بتاعت فيجي عندك، بس معلش نسيت اجيب شجره تطلع عليها زي القرد. لما الدنيا ولعت ما بينهم راح ضربه بجوز هند في دماغه. من وقتها كل حلقه كانت مثابه قنبله جماهيريه، لقطات ايقونيه، لدرجه ان اكبر عداوه في تاريخ WWE بين هوجان وريزا جاين بدات في البرنامج ده. البرنامج اللي خلى بايبر مش بس مصارع، ده كان اول مذيع شرير في تاريخ المصارعه، لدرجه ان صديقه بوب اورتن بقى عامل شخصيه بودي جارد للبايبر عشان يحميه من الجمهور اللي بيكرهه، بس الجمهور كمان مش قادر يبطل يسمعه. وكل ضيف جديد كان بيخليه يبدع اكتر، يخلي صراع جديد. ده كان المفتاح اللي رفع شهره بايبر بسرعه، لان الجماهير بدات تروح مخصوص بس مش عشان تتشرف في ماتشاته، لا عشان تسمع كلامه وتعيش القصه كلها، من اول التحيه للخصم للمجادله للسخريه للتهديد. كل ده كان محسوب عشان الجمهور يعيش تجربه متكامله من الجنون والاثاره في نفس الوقت. داخل الحلبه تمر في استخدام ذكائه قبل قوته، بيعرف ازاي يخلي خصمه يغلط، يسيطر على روتين الماتش، يحول اي هزيمه لنصر نفسي او لحظه دراميه للجمهور. كل حركه، كل وقفه، كل نظره كانت جزء من مسرحيه كبيره بيقدمها. ده اللي خلى شهره عالميه سريعه وخلى اسمه مرتبط بالكاريزما والجنون المتزن. التحكم الكامل في الجمهور بقى رمز لكل مصارع جاي بعده عايز يتعلم ازاي الكلام ممكن يكون سلاح اقوى من اي ضربه في الحلبه. رودي بايبر ما كانش مجرد كلام على المايك بس، ده كان بيترجم كل كلماته للغه جسد والحركات اللي بتكمل شخصيته المجنونه. كل حركه عنده كانت محسوبه، مش بس كقتال لكن جزء من المسرحيه الكامله. سليبر هولد كان الفينيشر بتاعه، كان مش بس طريقه لاجبار الخصم على الاستسلام لكن كمان لحظه لتشويق الجمهور، الخصم هيستسلم ولا هيقوم. نفس الشعور بالخطر المعلق اللي الجمهور بيعيشه مع كل مره هو بيمسك فيها المايك. ارم دراج وهيبتوس حركات عاديه بس هو كان بيستخدمها لتسريع الاحداث وتحريك الخصم والجمهور معاه. كل حركه كانت جزء من قصه اكبر. لما نيجي نشوف اللبس اللي كان بيظهر بيه، هو دايما كان بيظهر بالكيلت الاسكتلندي، كان اكتر من مجرد زي، كان رمز للفخر والجذور الاسكتلنديه. المزمار اللي معاه في دخول الحلبه كان رساله ان شخصيته متجذره في تراث، وانه هنا مش عشان يتبع قواعد اي حد غير نفسه. كان كل دخول بالحذاء العالي بالكيلت بالمزمار كان بيخلق هويه بصريه قويه تخلي الجمهور يقف من اول لحظه ويبقى عارف ان ده رودي بايبر. الالوان الصارخه، النظرات، الابتسامات الساخره، كل ده بيكمل لغه الكلام على المايك، بيخلي اي ظهور ليه حدث متكامل مش بس مباراه. الجمهور كان بيشوف عرض حي من الجنون والفن في نفس الوقت. بايبر كمان بيعرف ازاي يدمج الحركات مع الكلام. مثلا لما كان بيلبس خصمه او يلوح بالمزمار، الجمهور بيحس بكل ده كأن كل حركه فيها تهديد كوميدي ودرامي في نفس اللحظه. كل عناصر الشخصيه اتجمعت في شخص واحد بس عشان تخلق ايقونه فريده من نوعها، واحد من القلائل الجمهور عمره ما نسيهم، واللي خلاه مثال لكل مصارع بعده عايز يسيطر على الجمهور ويخلي شخصيته خالده في التاريخ. كل ده كان سبب رئيسي ان الرمز ده يفضل في ذاكره المصارعه الحديثه كواحد من اعظم المصارعين اللي اتقنوا فن اقناع الجمهور بكل تفاصيله قبل اي ضربه او لمسه جسديه. رودي بايبر عمره ما كان مجرد مصارع بيضرب ويخسر او يكسب، ده كان محرك الاحداث داخل الحلبه وخارجها. اشهر العداوات عنده في WWE كانت ضد هالك هوجان وامثال جيمي سنوكا، جريج فالنتاين ومستر تي. كل مواجهه كانت فرصه لبايبر انه يثبت قدرته على السيطره على الجمهور بالكلام قبل اي حركه، وده اللي خلق مزيج من الغضب والاثاره والضحك اللي الجمهور ما كانش شايفه قبل كده. مع هوجان العلاقه كانت معقده ومثيره، من اول اعتداء بايبر على كابتن لو البانو والمغنيه سيدني لوفرد في حدث قلب عالم المصارعه والموسيقى معا. بقى بايبر هو عدو الشعب رقم واحد، وهوجان البطل
الامريكي المعروف هو اللي مطلوب منه يواجهه عشان ينتقم منه. بايبر بيستفزه عشان يحط لقب العالم على المحك. بايبر هنا كان بيمثل دور الشرير الذكي اللي بيعرف بالظبط ازاي يثير الجمهور ضد البطل المحبوب. كان بيستغل كل فرصه على المايك لاهانه هوجن ويخلق قصه تشويقيه للجمهور قبل اي حركه. كل لحظه كانت في اللقاء محسوبه لتوليد اكبر قدر من الهيت الجماهيري. والماتش الاولاني ما بينهم على اللقب تعب بعدم فوز اي حد فيهم عشان نوصل للمواجهه الاشهر ما بينهم اللي طبعا كانت في ريسلمانيا 1 لما روتي وبول اوندورف واجهوا هوجن ومستر تي اللي بايبر كان بيعتبره دخيل على عالم المصارعه وما كانش بيحترمه، وهو مع حق الحقيقه. ده خلاه متضايق لانه حس ان الاداره شايفه ان مكانه الطبيعي هو المايك والكاريزما وجذب الجماهير فقط، مش حتى ان هو ياخد فرصه على اللقب في حدث الرئيسي ريسلمانيا 1 اللي هو كان السبب الاساسي والرئيسي في الاهتمام الاعلامي والجماهيري بيها. لكن بايبر في WWE حصل على عدد من الالقاب المهمه اللي عززت مكانته على ابرزها WWE انتركونتيننتال شامبيون. كل بطوله كانت فرصه لاظهار شخصيته المتقلبه، المزاج الجنوني، القدره على جعل اي خصم يبدو جزء من قصه اكبر. رغم انه كان مظلوم في الالقاب لكنه نجح في اعطاء دفعه العمر لبيت هارت في ريسلمانيا 8 على لقب القارات. كمان برنامج بايبر بيت ساعد انه على تحويل اي لقاء لحظي لقنبله جماهيريه زي ما اتكلمنا قبل كده. الجمهور كان بيكره الشخص اللي بيشوفه لكن مش قادر يبعد عنه، وده خلاه ايقونه لا تنسى في WWE. استمر بايبر في تقديم العداوات الاسطوريه واللقاءات الجماهيريه لحد منتصف التسعينات لكن بظهور اقل بسبب انشغاله بالاعمال السينمائيه والتمثيل، وظهر في منافسات مع نجوم كبار زي بريت هارت وشون مايكلز ويكو زونا وجولد داست، وخلى كل ظهور ليه على الشاشه او الحلبه علامه مميزه في تاريخه. واستمر في WWE لحد سنه 96 لما قرر يسيب الاتحاد وينتقل الى WCW لتحقيق حريه اكبر وتقديم شخصيته على طريقته الخاصه. بعد ما ساب WWF سنة 96 رودي بايبر انتقل الى WCW، وده كان وقت مليان نجوم كبار زي هالك هوجن وستينج وريك فلير وجولدبرج ودايموند دالاس بي. كل واحد منهم كان تحدي جديد ليه لكنه قدر يثبت نفسه بنفس القوه والكاريزما اللي خلت الجماهير تحبه وتكرهه في نفس الوقت. بايبر دخل في عداوات قويه ومعقده ابرزها واول ظهور ليه كان ضد هوليود هوجن في هالون هافوك 96، وكل مواجهه ما بينهم كانت محسوبه بدقه لتحافظ على الاثاره والهيت الجماهيري بحيث الجمهور يعيش كل كلمه يقولها قبل اي حركه جسديه، خصوصا انه كان لسه راجع بعد عمليه استبدال مفصل وركي وكان حركته مش افضل حاجه خالص. بايبر قدر يحول اي لقاء ما بينهم لمشهد درامي متكامل يجمع ما بين التهديدات الساخنه وكونه النجم الاول في عالم المصارعه. انتهت عداوتهم بماتش في ستار كيد اللي يعتبر عرض السنه وانتهى فوز بايبر بالاستسلام. رغم كده ما كسبش لقب العالم اللي كان مع هوجن في نفس الوقت. عك WCW معتاد نسيوا يعملوا الماتش على اللقب، وكالعاده برده ما كانش له حظ في الفوز بالالقاب في WCW حتى لاعب هوجن مره بعد كده على اللقب لكن خسروا بطريقه كوميديه قوي ان هو بعد ما خلص الماتش وفاز طلع ماتش مان شد رجل هوجن حطها تحت الحبل فقعدوا كملوا المباراه تاني، لكنه نجح في الفوز WCW وورلد تلفزيون شامبيونشيب. ده عزز مكانته كاسطوره مش مرتبطه بالحزام فقط بل بالشخصيه والقدره على التحكم في المشهد بالكامل. كمان بايبر كان له تاثير في العروض الترفيهيه وبرامج داخل WCW كمصارع وكمذيع وكمنظم للعرض كمان في بعض الاوقات. ده خلاه يظل ايقونه حقيقيه لكل من تابع WCW في التسعينات. بعد سقوط WCW سنه 2001 رودي بايبر ما اختفاش، بالعكس فضل يظهر في بعض المناسبات الخاصه والعروض المؤقته في WWE غير ظهوره كمان في TNA حيث شارك كمستشار ضيف وظهر في بعض الفعاليات المهمه. ده خلى حضوره مستمر وحافظ على تاثير شخصيته لدى الجماهير الجديده رغم وضوح تاثره بالمرض وزياده وزنه وعدم قدرته على الحركه بصوره جيده، لكنه اثبت ان جنونه متوازن وكاريزمته ما كانوش مرتبطين بزمن او اتحاد معين، وحصل على عده تكريمات رسميه ابرزها كان دخوله WWE هول اوف فيم سنه 2005، وكانت لحظه ملهمه لكل من تابع مسيرته من كاريزما بالتهور المحسوب بالقدره على تحويل اي لقاء لمشهد درامي حي. رودي بايبر كمان كان اول من قدم مفهوم الانتي هيرو في المصارعه اللي هو انا مش شخص طيب ولا شخص كريه، انا شخص حاجه ما بين الاثنين. الجمهور بيحبني رغم ان انا بعمل حاجات مخالفه، شخصيه مش كامله الخير او الشر لكنها جذابه ومعقده، وده خلى نموذج لكل النجوم اللي جم بعديه في نفس الاتجاه ده زي ستون كولد، ستيف اوستن، سي ام بانك وكمان جون موكسلي. كلهم لو بصيت كويس هتلاقي اثر رودي موجود جوه روحهم، خصوصا ستيف اوستن اللي تحس ان هو كمل على بدايه خط عداوه المتمرد قليل الادب ضد فينس والسلطه عموما. رودي بايبر ما كانش مجرد مصارع، ده كان ظاهرة حية علمت الجماهير معنى الجنون المتوازن والكاريزما الحقيقية. من شوارع كندا للحلبات الإقليمية ل WWF و WCW كل ظهور لها سواء على المايك في الحلبة أو على الشاشة الكبيرة كان درس في كيفية تحويل أي لحظة لأسطورة. اسلوبه في المزمار، الكلت الاسكتلندي، القدره على التحكم في الجمهور بالكلمه اثر على اجيال كامله من ستيف اوستن وصولا الى بانك الى جون موكسلي. ما ننساش كمان ان ظهوره في البرامج التلفزيونيه والافلام زاد من شعبيته وخلى العالم كله يعرف اسمه مش كمصارع بس بل كايقونه ثقافيه فنيه. ادواره في افلام زي ليف، هيل كامز تو فورجوتن خلت الجماهير تتعرف عليه كشخصيه قويه ومثيره، وده عزز ارثه خارج الحلبه كمان. حتى في اجيال المصارعه الجديده ظهرت تاثيراته واضحه زي ما روندا راوزي اتاثرت بيه ونسخت مظهره بالكامل وحاولت تقلده في اسلوب الحوار والظهور
الدور المسرحي في بعض عروض WWE، وده دليل ان ارثه ما بيختفيش مع الزمن بل بينتقل ويعيش في النجوم الجداد. رودي رحل عن عالمنا في يوم 31 يوليو 2015، لكن صدى صوته ولسانه الطويل لسه بيرن في ودان كل واحد فينا وبيفكرنا ان المصارعه مش بس عضلات وحركات، دي فن، دراما وكاريزما. قولوا لنا في التعليقات ايه اكتر لحظه مع رودي بايبر محفوره في ذهنكم، وايه رايكم في شخصيته كانتي هيرو. ولو حبيتوا الحكايه دي شاركوها مع اصحابكم عشان العاصفه اللي اتكملت تفضل حيه مع كل جيل جديد، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد من حكاوي المصارعه.